أهلا بكم مشاهدي بتوقيت مصر في كل مكان إلى هذه الحلقة الخاصة من البرنامج التي نقدمها لكم من محافظة دمياط شمال شرق البلاد. هذه الأرض التي قال عنها ابن بطوطة سورها حلوى وكلابها غنم. نزور أحد مصانع الأثاث بالمدينة، ثم نستقل مركب صيد بصحبة عدد من الصيادين مع شيخهم للحديث عن مشاكلهم وهمومهم، ثم نلتقي محافظ الإقليم في مقابلة خاصة للحديث عن كل هذه المشاكل والحلول المطروحة لها. أهلا بكم إلى بتوقيت مصر. صناعة الأثاث هي أحد المعالم الرئيسية التي تشتهر بها محافظة دمياط الساحلية. نحن الآن في أحد هذه المصانع، في مصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة الواقعة بمحافظة دمياط. ويسعدني أن يكون معي في هذه الفقرة كل من إيهاب محمد علي، وهو صاحب ورشة نجارة صغيرة أغلقت لأسباب اقتصادية، ومحمد المهدي العامل في إحدى هذه المصانع أو في أحد هذه المصانع، والحاج عبدو شولح نائب رئيس المجلس التصديري ونائب غرفة صناعة الأخشاب المصرية وصاحب هذا المصنع. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك حاج عبدو، يعني لو تحكي لنا بداية هذا المشروع الكبير. يعني لا، هو البداية من بعيد شوية. كانت البداية أنا وأخويا كنا 2 شركاء وما زلنا شركاء. بدأنا بورشة 30 متر، شوية شوية كبرت لحد ما بقى في 4 مصانع. بنشتغل دلوقتي على مستوى 4 مصانع موجودين، كل مصنع متخصص في فئة معينة من المنتج. 4 مصانع. بنشتغل كلاسيك، مودرن، وبنشتغل سيمي كلاسيك، وعندنا بادئين نضيف ماتيريال جديدة وخامات جديدة على المنتج الدمياطي. طيب ازاي وصلت بقى من ورشة صغيرة الى ان يبقى عندك 4 مصانع؟ هو طبعا رحله كفاح طويله، انا ما اقدرش اترجمها في ميتنج 5 دقائق. بس طبعا بدانا يعني باختصار بدانا صغيرين جدا، بس كان دايما هدفنا على التطوير. يعني كنا مركزين ازاي نطور المنشاه بتاعتنا وبشكل سريع. ومن احد الاسباب للطفره اللي حصلت معانا اللي هو تطوير الالات، نقل التكنولوجيا الإيطالية والألمانية وتطوير الآلات. ده اللي حصل معانا وعمل معانا طفرة. يعني ده السر في هذه الطفرة، تطوير الآلات. تطوير الآلات، تطوير الصناعة بالمشمول بالكامل. ازاي تشتغل بفكر صناعي مش بفكر حرفي. أنا حولت فكرة الصناعة أو فكرة الحرفة في دمياط من إن إحنا ورشة حرفية لمصنع يحتضن حرفة. أنا ما زلت محتفظ بالحرفة، وعندنا الماس برودكشن في نفس الوقت، وقدرنا نعمل مارج بين الصناعه والالات الحديثه والماكينات اللي بالكمبيوتر مع الهاند ميد كارفنج والشغل اليدوي. وبدانا ناخد الحته المميزه، الحاجات اليدويه. انا عملت مزج بين المنتج اليدوي والتكنولوجيا مع الالات الحديثه، واستخدمنا احدث الطرق للانتاج، وكان ده بتواصل مع الجانب الإيطالي والجانب الألماني. تمام. طيب إيهاب، أنت كنت عندك ورشة صغيرة وأغلقتها وأصبحت الآن عامل في أحد المصانع. لماذا أغلقت الورشة؟ ليه؟ والله لعدة أسباب. يعني نقدر نقول في البداية مثلا ارتفاع أسعار الخامات، بتزيد أسعار الجامد، ارتفاع أجور العمال. في المقابل التاجر اللي بياخد المنتج النهائي برضه ما بيزودش في الأسعار، هي أسعاره ثابتة. فرأس المال هنا بيبدأ يقل، فطبعا في الحالة دي ما تقدرش أنت تتواصل تكمل معاه. طب الخامات غليت قد إيه يا ترى؟ والمرتبات بتاعت العمال غليت؟ أحيانا الخامات بتزيد من مثلا من 100% ساعات في بعض المنتجات، في بعض المواد الخام بتزيد 100% أو 50%، من 50 ل 100%. يعني متر الخشب وليكن مثلا 1500 فجأة ممكن بقى 2500 في خلال شهر. 2500 طبعا ممكن بيزيد مواد الخام مرة واحدة، بالإضافة لأجور العمال برضه بتزيد. من كام لكام برضه؟ لو كان نقول من 50 70 100 بتزيد اجور العمال على طول، بتزيد في الفتره. طب المواد الخام غليت ليه يا ترى؟ ايه اللي جد عشان المواد الخام تغلى بالشكل ده؟ مساله العمله ومساله التجاره العالميه، سوق التجاره العالمي عامه بصراحه. وهي مستورده. بعض التجار طبعا في بعض المواد الخام طبعا. هي بتبقى مستورده. مستورده طبعا. كلها مستورده. مواد الخام كلها مستورده طبعا. مواد الخام كلها مستورده. طب محمد، انت عامل في احد المصانع، لو تحكي لي برضو عن ظروف العمال في مصانع او ورش الاثاث. هو بالنسبه للعامل
محتار بين ان هو عامل، هل هو عامل قطاع خاص، وفي نفس الوقت احنا بنسمع من الحكومه ان عامل القطاع الخاص في نفس مستوى العامل بتاع القطاع العام. بس احنا دلوقتي بنتعامل يعني قدام الحكومه، بنيجي نلاقي نفسنا احنا مش شغالين لا ده ولا ده. بمعنى النهارده لو انا عايز احسن مستواي او دخلي او اجيب حاجه من الحكومه كقرض او اي حاجه، ان انا مثلا جنب دخلي بالنسبه لزياده الاسعار بتاعه المعيشه بتاعتنا، بتيجي تطلب حاجه من الحكومه بيقول لك انت انا ما اعرفكش. يعني القطاع العام عملته مش منتظمه، او احنا مش منتظمين في القطاع الخاص. عملته مش منتظم واحنا مش منتظمين في القطاع الخاص. ما بيديكش القرض اللي انت عايزه. ما بيديكش اللي انت عايزه. واحنا بالنسبه كدمياط او الشاب بتاعنا او الصنايعي بتاعنا الدمياطي، احنا ما عندناش حاجه اسمها مساكن مثلا زي محافظات، بعض المحافظات ان الشاب بيعتمد ان هو ياخد شقه من الحكومه، يتجوز، يدفع مثلا مبلغ قليل. لا، انت هنا بتبني بيتك من اول ما يعني بتشتري ارض، بتبني اساس، بتعمل حاجتك، كل حاجتك من صناعتك، من صحتك، من شغلك انت بايدك. فبالتالي دي بتبقى جهد علينا والحاجه غاليه. والنهارده في عندك اللي عنده اطفال او عنده مثلا اولاد، التامين الصحي انت بتعمله، احنا في تامين. انا كنت عايز اسالك على المساله ديت. يعني انت مثلا متوسط دخلك الشهري قد ايه، وبتشتغل كم ساعه في اليوم؟ احنا شغلنا عامه يعني بالنسبه لدمياط في اللي هي المصالح المفتوحه او الورش، بنشتغل شغل مفتوح، ما احناش منتظمين في مواعيد، بس ممكن تلاقي 11 ساعه او 12 ساعه في اليوم. بالنسبه للمناطق كم يوم في الاسبوع معلش؟ 5 ايام ولا 6 ايام؟ 6 ايام. 6 ايام. 6 ايام من السبت للخميس. ومتوسط دخلك قد ايه؟ متوسط الدخل احنا النهارده ممكن ناخد دخل الناس بتحسدنا عليه، بس ما بيعملش حاجه. يعني مع غلو الاسعار، مع غلو العيشه، الدخل انا مش شايفه قليل. يعني بنتكلم في كام يعني بالتقريب؟ يعني بالشهر يعني ممكن 2000 جنيه. بس النهارده انت بتبني شقتك، بتجيب حاجتك انت كلها، ما بتاخدش حاجه انت طبعا من الحكومه. طب هل انت مؤمن عليك في التامينات الاجتماعيه وفي تامين صحي في المصنع صحي؟ بس طبعا احنا النهارده برضه كعامله ما بنعتمدش على التامين الصحي. النهارده انا لما بتعور او بتعب صاحب الناس اللي انا شغال معاهم هم بيشيلوني، يعني انا مثلا بشيل نفسي، انما انا موضوع الحكومه انا ما بعرفش اوصل له، او دورت عشان اوصل له وما بوصلوش. طيب حاج عبده، برضه لو اسمع منك تعليق على فكره اغلاق الورش الصغيره. هل هي اغلقت بسبب الحيتان الكبيره اللي زي المصانع؟ الحقيقه الورش الصغيره ضحيه لاكثر من اتجاه. رقم واحد، دخول المنتج الصيني والتركي في المرحله اللي فاتت باسعار غير منطقيه، بمعنى ان المنتج الخامه اللي حضرتك شايفها في المصنع دي كلها خامه مستورده. للاسف احنا قطاع بيستورد خامته 100%. 100%؟ يعني مصر لا تنتج اخشابا؟ لا تنتج اخشاب، احنا بنستورد خاماتنا 100%. قليل يعني لا يتعدى 1% اللي ممكن تقول عليه منتج محلي. وعندنا مشكله في تعميق الصناعه، احنا مش قادرين نتواصل مع شركات مصريه عشان نقدر نطور المنتج بتاعنا. احنا بنتواصل مع شركات اجنبيه، فده بيلاقي صعوبه شويه مع الورش الصغيره. فاول حاجه بتقابلها الورش الصغيره اللي هو سعر المنتج المستورد اللي هو داخل بارقام فواتير مش حقيقيه، لا تمثل 10% من قيمه السلعه بالفعل، وبالتالي بتتجمرج على الرقم الوهمي اللي محطوط في الفاتوره، فاصبحت المنافسه غير شريفه. رقم 2، دخول كل الخامات مستورده، والتطوير بالنسبه للورشه الصغيره صعب ان هو يتحرك في اكتر من اتجاه. رقم 3، تحديث الالات. طيب السؤال المهم ايضا هو الورش الصغيره هل هي ايضا ضحيه للحيتان الكبيره اللي هي المصانع الكبيره والقدرات الماليه لدى بعض رجال الاعمال؟ هل ده جزء برضو من مشكله او ازمه الورش الصغيره؟ الحقيقه ده مش موجود، بس لان احنا ما عندناش الارقام بتاع المصانع الكبيره الضخمه. بس الفكره كلها ان الورش الصغيره، لو احنا بنتكلم على المصنع اللي احنا فيه، المصنع اللي احنا فيه ما بيصنعش كل حاجه جواه، بيصنع بعض الاشياء في الورش الصغيره الخارجيه، فبنقدر نستعين بالورش الخارجيه. يعني بتشغلوها هي كمان؟ بنشغل الورش الصغيره. طيب ايهاب، طموحاتك بقى بعد كده، هل هتستمر كعامل في مصنع او ورشه كبيره، ولا برضو هتعاود حلمك انك يبقى عندك؟ اتمنى طبعا ان انا افتح ورشتي واكبرها تاني، تمام، بس انا محتاج برضه مساعدات من الحكومه ومن الشركات طبعا. ايه هي المساعده اللي انت محتاجها من الحكومه؟ الحاج عبده تفضل برضه بيقول دلوقتي ان حضرتك بتقول هو ضحيه للمصانع. لا، مش ضحيه للمصانع. يعني انا مثلا عشان اطور من حالي في ورشتي واجيب ماكينات حديثه محتاج اجيب قرض، وتلاقي الضمانات صعبه والقروض صعبه، ومحتاجه طبعا
فائده زياده. طبعا كل ده عبء عليا اكتر، ما اقدرش ان انا اطور منه، فمحتاج مساعدات، قروض من طبعا لصغار الحرفيين طبعا. قروض لصغار الحرفيين طبعا محتاج ان انا اقطع، لان طبعا المكان الحديثه بفوائد دلوقتي محتاج ميسرة أكيد. بفوائد ميسره طبعا. ده شيء يسر طبعا لفاتح ورش كتير طبعا. طب محمد، دخلك بقى من عملك في هذا المصنع هل بيكفيك؟ انت متزوج يا ترى وعندك متزوج اولاد؟ وعندي ولدين. هل دخلك بيكفيك يعني؟ بنيجي عند يوم السبت ممكن ندور على فلوس، بنحتاج فلوس، يعني احنا بنقبض الخميس، ممكن السبت بنحتاج فلوس. يوم السبت بس هو طبعا انت بتاخد اجرتك بالاسبوع ولا بالشهر؟ بالاسبوع احنا متعودين كضمايطه بنقبض يعني بالاسبوع. بتاخد الاجره الخميس، يوم السبت بتبتدي تدور على لان احنا طبعا بنبدا يعني اليوم بيومه، هو العامل كده. بس هو الاجر كويس، بس الاسعار غاليه، الحاجه غاليه. يعني بتاخد الاجر يوم الخميس بتصرفه يوم الجمعه، يوم السبت بتدور على ناخد لغايه بنقعد ناخد لغايه يوم الخميس اللي بعده، بالاسبوع باسبوعه مش الشهر بشهره. بالنسبه للعامل. طب ومستقبلا بقى يعني هل هتستمر كده ولا؟ يعني انت لو بصيت حضرتك لنسبه العمال، لو جيت تكلم عامل بينك وبينه تلاقيه بيفكر يسيب الصنعه. يعني الاغلبيه النسبه العظمى يعني مثلا تلاقيه مثلا شغال يقول انا قاعد عم اعمل لنفسي مشروع. بالنسبه للعامل، لان طبعا اللي بيشتغل بايده او مثلا على قد اجره النهارده ممكن يتعور، ممكن يحصل له اصابه، ممكن يعيا، ممكن هو جاي ياخد يعني اي حاجه من اللي هي الامور العارضه ديت بتحتاج مصاريف، فممكن النهارده يشتغل يومين يروحوا في يومين علاج. طب لو سابها هيروح فين بقى؟ يعني ايه الخيارات؟ هل يسافر بره بقى؟ في سفر بره، في ممكن يقول انا يستسهل او يقول انا افتح سوبر ماركت او كافيتيريا او حاجه اللي هي بتدخل دخل سهل او اسرع. لان النهارده انا ممكن اتعب يومين، يعني احنا بنشتغل ممكن ما عندناش راس مال بنبيعه او ما عندناش خامه بنبيعها، احنا بنبيع مثلا صحه او عرق او حاجه من هي دي شغلتنا، ده راس مالنا. فالنهارده احنا ممكن نتعب يومين، دور برد مثلا او اي حاجه بتحصل. هل ما فيش اجازات مرضي وكده في اجازات وفي كل حاجه؟ بس انا النهارده طبعا دمياط انت بتتكلم حضرتك عن مصنع ممكن يكون في انت بتتكلم، بس من الاغلبيه العظمى برضه في ناس منها مش شغاله في مصانع. ايوه ما بتلاقيش ده. وبرضه لو انت بصيت على المصنع النهارده انا عشان عندي 400 500 عامل، عشان اشيل عامل عيان النهارده عنده برد واشيل عامل ثاني مصاب واشيل عامل ثالث مصاب بقى عبء برضه. بتبقى عبء يعني. لان لو انت بتشتغل 400 عامل في عرض ان انت ممكن اي حد عندك يبقى مصاب او عنده دور برد او عنده. حاج عبده، كم عدد العمال في المصنع هنا؟ احنا عندنا 240 عامل في المصنع رقم واحد ده. هل كلهم مؤمن عليهم صحيا واجتماعيا؟ لا، هو عندنا تأمين اجتماعي، انما التأمين الصحي شغالين عليه بالفعل. مبدئيا احنا بنأمن على الناس اللي بتستمر عندنا، لان حركة دوران العامل في دمياط بتبقى عالية شوية. يعني ما بيستقرش في مكان بيتحرك واحد. كتير للي يديله اكتر. كتير طبعا. وده موجود على حسب المواسم والكلام ده. بس انا كنت عاوز اضيف حاجة اللي محمد بيقوله، هو معاه حق فيه 100% يعني، لان احنا عندنا مشكله تضخم حقيقيه في المجتمع دلوقتي. النهارده العامل اللي كان بيقبض مثلا سنه 2010 اليوم بتاعه 100 جنيه، النهارده لو ضاعفت له المبلغ مش هيكفيه، لان حركه التضخم اللي حصلت في خلال الاربع سنين اللي فاتوا غير طبيعيه. ويبدو ان دمياط تحديدا بتشهد موجه غلاء كبيره يعني. بالظبط، ده بالفعل موجود على مستوى المعيشه ومعيشه الفرد، ده موضوع كبير جدا. والمشكله الاساسيه ان الدمياطي مش متعود يحوش زي ما محمد ذكر. هو النهارده بيقبض مثلا 2500 جنيه، بس مش قادر يعين منهم 500 جنيه للظروف. هو بالفعل بيقبض يوم الخميس، يوم السبت بيطلب اضافه لان هو ما معهوش يكفيه، لان هو بيروح يوم الخميس عليه للبقال والخضراتي، فقبل ما بيوصل البيت بيكون صفى المرتب. بس ده اكيد بيضعك انت كرجل اعمال تحت ضغوط، يعني ان العمال بيتحركوا كتير، بيمشوا يعني ما بتلحقش. بالفعل. لا، احنا عندنا نقطه تانية كمان، وهي مشكله عدم تدريب العماله. العماله عندنا غير مؤهله تعليميا، ما عندناش تعليم. يعني معظم الناس اللي موجودين تقريبا 60-70% منهم مفيش تعليم خالص، مفيش ادنى مستوى للتعليم. فدي المشكله اللي احنا بنواجهها بالفعل. وانت كمان بتحول الحرفه لصناعه، فانت محتاج ناس عندها تعليم حكومي، يعني يعلموا مهنه النجاره. هو ما عندوش اساسا تعليم. رغم ان هو المدارس الفنيه فيها اقسام نجاره على ما اظن يعني. للاسف احنا عندنا منظومه التعليم زي ما حضرتك عارف كلها يعني فيها مشكله. مبدئيا التعليم العادي، لو اتنقلنا بقى للتعليم الصناعي فاحنا عندنا مشكله او كارثه في التعليم الصناعي. احنا ما عندناش تعليم صناعي، ولو احنا بنتكلم عن الصناعه بتاعتنا احنا محتاجين تعليم على مستوى الميدل مانجمنت. يعني احنا محتاجين مهندس عنده خبره في قطاع الاساس. انا النهارده لما جيت اتكلم مع الالمان عشان يجوا يساعدونا، جو قعدوا عندنا الالمان هنا سنتين.
الراجل اللي كان عندي معاه شهاده وود انجينيرنج، الراجل ده هندسه اخشاب، هندسه اخشاب، زيه زي في فرنسا، في ايطاليا، في انجلترا، في امريكا، في الهند، في تركيا، في الصين. طب بالاضافه لكده ايه ابرز المشاكل ايضا اللي ممكن نضعها على مكتب معالي المحافظ عندما نلتقي به؟ هو النهارده لو بنتكلم على سياده المحافظ، بصراحه الراجل باذل مجهود كبير جدا، وبصراحه انا شايف منه تحركات عاليه. انا شايف ان سياده المحافظ عنده تحدي في مدينه دمياط الجديده، لان دي هتحل بعض المشاكل اللي عندنا. ولو احنا بنتكلم مع سياده المحافظ بنقول له احنا عاوزين معرض دولي عشان ينشط مدينه الاساس. معرض دولي للاثاث في دمياط. معرض دولي، تيجي شركه اجنبيه تعرض عندي زيها زي الشركه الدمياطيه. احنا عاوزين مطار يسرفز على دمياط عشان العميل الاجنبي لما يجيني يقدر يتحرك بشكل سلس. احنا عاوزين مينا ركاب تقدر تحرك بعض الصناعات الصغيره زي الاستاذ ايهاب ما تفضل واتكلم. لو احنا عملنا مينا ركاب، الصناعات الصغيره اللي هي زي السفونير وما شابه تقدر تتحرك في دمياط، تخلي محمد لو هو عاوز يعمل الاون بيزنس بتاعه في ورشه صغيره يقدر يعمله وتعمل حركه سريعه. لو بنتكلم فاحنا عاوزين مينا الركاب، المطار، المعرض، عاوزين تطور. البلد بتاعتنا محتاجه وتقدر تدي بسرعه. طيب ايهاب، اخيرا يعني برضو انت ايه المشاكل اللي انت ممكن تحب ان احنا نطرحها على السيد المحافظ؟ والله انا عاوز اضيف على كلام الحاج عبده وتفضل. زي ما بقول اهم حاجه عندنا المعرض الدولي الاساس عندنا. المعرض الدولي هو اتكلم عنها بالفعل. هل في شيء ثاني؟ لا، هو المعرض الدولي الاساس هيفتح افاق كتيره جدا، وعاوز اقول ان الاساس في دمياط ممكن يدخل دخل قومي لمصر زي قناه السويس واكتر كمان، لو الدعم صح وتصرف عليه صح. محمد، هل من مطالب نضعها على مكتب معالي المحافظ عندما نلتقيه؟ عايزه ينظر نظره للعامل او للصنايعي ان هو ما عندوش حاجه ثانيه بيبيع فيها او بيتاجر فيها غير صحته، مش اكتر. يعني هو بيشتغل كل راس ماله هو دراعه. يعني عايز تامين صحي، تامين صحي، بس عايز امكانيه بناء على كلامك السابق، عايز امكانيه للحصول على قرض. مش على ورق. يعني مش ان انا اروح لموظف يبعتني لموظف وموظف يبعتني لموظف والف في الدوامه ديت، وفي الاخر اقوم راجع واقف على بنك تاني. انا مش عايز اسيب بنك، بس النهارده في 75% من العمال النهارده كل واحد واقف مستني فرصه، مستني يسافر، مستني يعمل اي حاجه عشان الدخل او عشان الاسعار. محمد شكرا، ايهاب حاج عبده شكرا جزيلا. شكرا. ومن مصنع الأثاث الدمياطي إلى مركب الصيد البحري. في دمياط يوجد أكثر من ثلثي أسطول الصيد البحرية في مصر، وتنتج دمياط أيضا أكثر من نصف إنتاج مصر من الأسماك. علم دمياط يتميز بوجود مركب ذي شراعين عليه، ونحن هنا على هذا المركب بصحبة ضيوفي الحاج محمد عظمة شيخ الصيادين في دمياط، والحاج فتحي أبو العينين وهو صياد وصاحب مركب، والمهندس مجدي عبد الواحد مدير مشروعات الثروة السمكية بمحافظة دمياط. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أبدأ معك حاج محمد عظمة، عن لو تجمل لي أهم المشاكل التي يعاني منها الصياد الدمياطي. الصياد عنده عدة مشاكل هنرسخ أهمها. بالنسبة أول شيء المعوقات بتاع قرارات السلامة البحرية. بمعنى أن هو الزمونا ب 21 قرار من السلامة البحرية، مضمونهم باختصار في حاجات ما تتلائمش مع حرفتنا ومع شغلنا. بمعنى أن هو عايز يطبق السيد رئيس هيئة السلامة البحرية يطبق التوأمة السويدية على الصياد المصري أو صياد عزبة البرج بدون ما يديله أي مقاومات للكلام ده. فعشان حضرتك يجي يلزمني ان اعمل في مركب صيد زي ده، يعني المركب ده طوله 15 متر، احط فيه رماص اللي هو قارب النجاه، احط فيه جهاز التتبع، الحاجات دي كلها ممتازه وانا مش معارضها، بس شوف الامكانيات المتاحه عندي ايه. بيقول لي اعمل خزان الله يعزك صرف صحي للمركب لكل شخص 30 لتر في اليوم، محطه معالجه صرف صحي. الكلام ده المركب ده حضرتك زي ما انت شايف يستوعب الكلام ده ازاي؟ فاحنا مش عايزين قرارات من ورا المكاتب
لكن حق فتحي، يعني هرجع لك حق فتحي، هذه الطلبات هي في النهايه لضمان امن الصيادين لما بيخرجوا وبيسافروا في اماكن بعيده، عشان لو حصل اي طارئ يقدروا يوصلوا لكم، وحتى برضو اجهزه الصرف الصحي هي ايضا لحمايه الثروه السمكيه والبيئه. يعني احنا ما قلناش حاجه وما عندناش يعني هي مانع. مبرره، ما عندناش مانع موافقين، ولكن هي فين؟ مين اللي هيوفرها لنا؟ والوقت زي ما هو بيطالبنا بحاجات دي يوفرها لنا. وعم مش كل المراكب اللي اتحط فيها الاجهزه دي دول 15 متر، فيها 10 متر وفي 12 متر، مركب 13 متر بيخرج يقعد يتعمل اجهزه على قد المركب، على قد المركب. في قانون محدد اطوال المركب من 24 متر، من 25 لفوق، من 30 متر لفوق بتحط على الحاجات دي. ما يجيش على مركب 14 متر وحط على حاجات زي دي. طب حضرتك لسه ما ركبتش اي حاجه من دي خالص في المركب؟ لا، احنا عندنا في المراكب كلها فيها GPS وفيها الراديو، وفي مراكب فيها زي ما انت شايف اللضار. بس ادوات الصرف الصحي مش موجوده. مش ده مستحيل. ما هو يعني مستحيل. انتوا بتصرفوا في البحر؟ في البحر. واحنا بنصرف في البحر بس. البواخر بتاع التجاريه كلها، البوابير، المراكب دي كلها بص في البحر. طيب باشمهندس، يعني انت ايه رايك في المشكله دي؟ يعني دي واحده من المشكلات اللي اكيد عندكم تفسير لها. هي موضوع السلامه البحريه موضوع مهم للصياد في البحر. واحنا عشان الموضوع ده انا وزميلي الاستاذ احمد تبع البرش قمنا بتصميم جهاز بخصوص السلامه البحريه، جهاز متكامل وسعره رخيص، جهاز بنفس الوقت جهاز GPS ملاحه بحريه، جهاز متابعه ومراقبه لمراكب الصيد، جهاز استغاثه لمراكب الصيد في نفس الوقت حارس اي حدوث. يعني كل الثلاث اجهزه في جهاز واحد؟ في جهاز واحد. طيب لكن حضرتك كمدير لمشروعات الثروه السمكيه، يعني انت مسؤول في المحافظه، تمام. ازاي ممكن تطمن الصيادين على ان مشكله زي ديت المفروض ان يبقى في نوع من المشاركه بين الاداره وبين الصيادين؟ هي المشكله ان هذه اجهزه ربما تكلفهم الاف او عشرات الالاف من الجنيهات. هي مشكله في شقين مع هيئه السلامه البحريه ده شق، ومع هيئه الثروه السمكيه ده شق ثاني. مع حضرتك احنا كهيئه الثروه السمكيه ولا حضرتك الجهاز اللي احنا صممناه ده بيحاول في حاله نجاحه ده بيحاول يحل المشكله اللي هي الكبيره بتاعه هيئه السلامه البحريه في حاله اعتماده. حضرتك بتقول في حاله نجاحه، يعني هو لم يجرب بعد؟ لم يجرب بعد. لان تجربتهم محتاجين تصاريح امنيه من الدوله، لسه حتى تاريخه لم يتم الموافقه على التصاريح الامنيه اللازمه لعمل التجربه البحريه. طيب من فضلك بعد نخلص كل شق نقطه اتكلم عليها ودينا عليها بعد ننتقل للمشكله الثانيه. انا كنت هسالك على المشاكل بالنسبه لان هو جهاز اللي هو VHF اللي هو بالنسبه لجهاز الاتصال اللاسلكي. انا هنا المركب عندي بدل الجهاز 2. احنا ما عنديش اعتراض على انك ترخص الجهاز، احنا كلنا مع الامن الوطني القومي، مع السلامه البحريه، بس شوف الامكانيات ايه. من باب اولى ابعد البلد دي كلها، ابعد صيادي الجربي ودمياط اكمل القاهره يرخصوا الراديو، ولا اوفر 2 موظفين في سنترال راس البر او في سنترال دمياط؟ ما فيش الامكانيه عندهم. انا عندنا في جمعيه الصيادين نخصص لهم مكتب للكلام ده. فالكلام ده انا اتناقشت فيه مع سياده المحافظ ووعد ان هيحله مع السيد الوزير الاتصالات. فانا رحت عشان اشوف دي مش رحله ترخيص راديو، دي رحله اذلال الصياد برغبته. بعد اذنك المركب دي كم متر؟ كم متر؟ 13 متر. انا ايه المانع ان الثروه السمكيه تسمح لي ان انا اعمل 16 متر تطوله؟ ايه المانع؟ هل ممكن تطويله؟ وفي مكنه صغيره عاوز اكبر المكنه. طب باشمهندس السؤال ده ليك، يعني ايه المانع في ما فيش اي موانع 16 و18 ما فيش اي موانع عشان رخصه صناعه. ما فيش اي موانع. لا هو مرتبط بقوه الموتور، ودي تعليمات هيئه قوه الموتور. هيئه 16 متر بس يا استاذ مجدي. لحظه عليا، خليه يكمل معلش. لحظه عليا. دي مواصفات تبع التفتيش البحري، تمام؟ اللي بتتبع من كل مركب اللي طولها بيتلائم مع قوه الموتور. قوه الموتور في حرفه الصنار لا تتجاوز 80 حصان. فلا مش ممكن يعمل تكنه او يعني فرغه مركب اكبر لا تتناسب مع حجم الموتور، فدي يرجع للتفتيش البحري. والثروه السمكيه معايا يا استاذ مجدي. لحظه عليا دي تبع قوه الموتور، ما ينفعش تكنه تتجاوز دي مساله امنيه واجرائيه هندسيه تبع الهيئه. طب حضرتك لما تكبرها الى 3 متر اضافي ده بيضيف ايه؟ بيضيف الوقت المركب دي كبيره وواسعه على جهد الموتور. بيعرف الصياد بعد ما يخلص تلاقي حته كويسه يقعد فيه، بتلاقي مصدر ميه يقعد فيه، بتلاقي اوضه ينام فيه. طب هل ممكن ترفع قدره الموتور؟ هو ممنوع. يعني هل ممكن لو وسعها ما يقدرش؟ لا هو 16 متر بس. مرتبط حرفه الصنار. هو في عندنا كذا حرفه، حرفه قنار، حرفه صنار، حرفه الشنشله، حرفه الجر مسموح له. حرفه الجر مسموح بيه. يعني دي انواع من مراكب الصيد، انواع حرف، يعني انواع حرف مراكب الصيد. فحرفه الجر مسموح ليه مواتير مفتوحه في قوه الحصان، والتكنه مفتوحه في قوه الحصان. اما حرفه القنار والصنار محدده بقوه محدده للموتور.
طب حاج محمد، هل المشاكل بتدفع الصيادين دلوقتي الى التفكير في ان هم فعلا يبيعوا مراكبهم ويخلصوا خالص من حضرتك لما اجي احسبها كمشروع تجاري، صياد ما يعرفش الا المهنه دي، فغير مجزي وغير مربح بالمره. بمعنى النهارده ان اخر السنه بطلع المركب ده عمره على البر زي ما حضرتك شايف. المركب ده بيتجاوز عمرته عشان افك اعمل عمره الموتور والعمره السنويه بتاعته من 50,000 جنيه ل 80,000 جنيه. اما اجي ادور على هامش الربح اللي صافيه اخر السنه ما يتجاوزهمش او اقل منهم، يبقى انا بعمل لما اجي اعمل مركب زي ده يعني على حسب حجم وامكانياته. المطلوب فيه عايزين دعم للصياد، بمعنى يعني هو بنطالب ان هو التوأمه السعوديه. عندكم نقابه للصيادين؟ ما فيش اي شيء مفعل حضرتك. انت شيخ انا شيخ من غير ما تديني ادوات ومن غير صلاحيات. يعني انا شيخ بلا مشيخه. لا مش بلا مشيخه، انا لسه ما استلمت في اخر رمضان. انا لسه منتخب اخر رمضان. فلو ما كانش فيه الادوات منتخب من الصيادين، منتخب طبعا من مجلس اداره جمعيه الصيادين مش معين. فلو ما ادتنيش الادوات اللي انا هخدم بها الصياد ما يلزمنيش المنصب ده، لان اول حاجه لو ما ضفتش جديد. ايه هي الادوات؟ التمويل المادي؟ لا التمويل المادي ما هقولش ان انا ادي حاجه عينيه للصياد فلوس، لان ده ما هضمنهاش ان هيرجعها ولا ما يرجعهاش. انا عايز اوفر له شباك صيد مدعمه. انا ممكن اوفر الحاجات دي ادخلها على جمعيه الصيادين بدون جمارك، بدون رسوم جمركيه. بالنسبه للرسوم الجمركيه بدون ال 10% اللي بتضاف عليها، فقلل التكلفه وهقسمها عليه. ولو اللي ما يسدش ما هرخصوش السنه الجايه زي ما بيحصل في السويس. فده عجز عندنا في دمياط. ليه ما اجيبلوش الوايرات؟ لما هجيب وايرات وهجيب غزل هديها له مدعم. مش هنقول انا ما يهمنيش هامش الربح، لان في الصندوق خدمه الصياد ما هوش مفعل. بمعنى الفلوس اللي فيه ما بيستفدش منها الصياد. كان في 300,000 جنيه راحوا اتحطوا في تحيا مصر. وكم عدد الصيادين هنا في المنطقة؟ احنا عندنا هنا اكثر من 25,000 صياد. حاج محمد ده وفي مصر كلها، في عموم مصر يمكن بيقولوا 5 مليون. 5000 صياد في اليونان. خدت بال حضرتك؟ اذا الفلوس بتاعتكم راحت في صندوق تحيا مصر؟ لا اتحطت في مش تحيا مصر. ايه القوامين على الصندوق حطوها كمشاركه ان هو هياخد ربح منها 12%. لا انا ممكن اجيب 20% و30% بس يخدموا الصياد. بس الفلوس دي اصلا الصندوق ده الفلوس ده بتاع خدمه الصيادين اللي هي الناس اللي بتوفر اللي طلع. طيب اذا الدعم المادي بيجي من مصر، يعني الدعم بشكل مالي للصيادين ماذا ايضا؟ بالظبط. انا لما اجي النهارده يعني المركب ده هياخد عمره، هو انا موفر كقطع غيار للمكن. انا باجي في الشتاء مفيش دخل، يعني هم ال5 6 شهور بتوع الصيف هم دول اللي بطلع منهم عمره المكنه او المركب. لما اجي احسبها عمليه تجاريه وبتعيش منهم طبعا. وبعيش منهم طبعا. لما اجي ابص الاقي المحصله ما دخلتهم في اي مشروع تاني مبنى سكني او هعمل ده اضعف 3 4 اضعاف. يبقى انا قتلت الحرفه دي. اذا المهنه ما عادتش مربحه. لا بس بالكلفه العاليه. يعني بفرض النهارده المعوقات اللي هي دي. حاج محمد سنطرح هذه الاسئله وغيرها على سعاده المحافظ. ارجو ان الكلام ده يوصل ان شاء الله. حاج محمد عظمه شيخ الصيادين في دمياط، شكرا جزيلا لك. شكرا حاج فتحي ابو العنين. نتمنى نصوتنا يوصل لان مش اول مره يعني ان احنا نتكلم في الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا مهندس مجدي عبد الواحد مدير مشروعات الثروه السمكيه بمحافظه دمياط، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أرحب بكم مشاهدي بتوقيت مصر إلى ديوان عام محافظة دمياط، ونحن في ضيافة محافظ دمياط الأستاذ الدكتور مهندس إسماعيل عبد الحميد طه. أهلا بك دكتور إسماعيل، وأبدأ معك من حيث انتهينا قبل قليل من على متن مركب الصيد. دمياط يعني تشتهر بصيدها وصياديها، وعلم المحافظة يشتهر بصورة المركب وذي الشراعين يعني. ورغم ذلك هناك مشاكل كثيرة للصيادين في دمياط. يعني طبعا أهلا وسهلا بحضرتك وبالبرنامج، وبنرحب بيكم في ديوان عام محافظة دمياط. الحقيقة صناعة الصيد يعني جزء من اقتصاد المحافظة، والحقيقة صناعة قديمة موجودة في دمياط منذ سنوات طويلة. الصناعة طبعا حضرتك عارف التكنولوجيا بتتطور وبشكل غير عادي، وبالتالي احنا كمان لازم نواكب التطور دوت. فمن المؤكد ان احنا عندنا الصناعة دي بما ان هي صناعة متوارثة، فأكيد عندنا بعض المشاكل اللي محتاجين الحقيقة نتغلب عليها عشان نستخدم أحدث تكنولوجيات موجودة في صناعة الصيد. لأن الصيد الحقيقة ما بقاش مجرد مهنة لكن بقى صناعة، وطبعا وجود صناعة معناه إدخال التكنولوجيا. يمكن من بعض المشاكل اللي موجودة عند الصيادين
يمكن اكيد اتكلموا مع حضرتك عليها، هي تجديد التراخيص، وبالتالي وجود اجهزه اتصال. الهاتف اللاسلكي تحديدا. لا، هو تجديد الترخيص بيشمل الحقيقه جزء من مشتملات التجديد ان يكون معاه هاتف لاسلكي على موجه معينه بتردد معين. الاجهزه ديت الحقيقه بعضهم معاهم اجهزه، لكن الحقيقه الاجهزه دي ما هياش مرخصه، لان ممكن يكون هو شاريها قديمه مثلا، فما هياش مسجله. حضرتك عارف الاتصالات اللاسلكيه دايما لابد ان تكون مؤمنه وعلى قنوات معينه. الحقيقه وزاره النقل وهيئه حمايه الشواطئ واعطاء التراخيص للصيادين الحقيقه بتمر بمرحله انتقاليه في مصر. بدأ يبقى في بعض الشروط، لأن احنا عايزين الحقيقة نطور من صناعة الصيد زي الدنيا كلها ما بتعمل. ببقى عارف كم مركب خرج من عندي راح في أعالي البحار. احنا هنا بنتكلم على الصيد في أعالي البحار، لأنه طبعا بيخش مياه إقليمية بتاعت دول تانية. احنا بقى عندنا مشاكل كتير جدا، وأكيد حضراتكم بتسمعوا عن المشاكل دي. بعض الصيادين بيتم القبض عليهم لأنهم تجاوزوا المياه الإقليمية. احنا عايزين نفتح تشانلز نمكن الصيادين انها قنوات اتصال، وذلك من خلال المعدات اللي هي المطلوب الان من ده الصيادين. صحيح، معدات باستخدام تكنولوجيا معينه عايزين نطور. ولكن دكتور اسماعيل، هذه المعدات يعني غاليه الثمن، ويبدو ان الصياد يتحملها لوحده بدون مساعده من الحكومه، يعني قد تصل الى عشرات الالاف من الجنيهات. طيب خليني اقول لحضرتك، انا الحقيقه في اجتماعات دائمه مع الصيادين، ويمكن اكيد شيخ الصيادين قال لحضرتك انك اجتمعت بيهم اكثر من مره. صحيح. والحقيقه يعني خليني اقول لحضرتك ان ثمن الجهاز اللي احنا بنتكلم عليه لا يتجاوز 3000 جنيه. وخليني اقول لحضرتك اني يعني انا الحقيقه ما احبش اقول كده، لكن هو جهاز واحد، ولكن هناك GPS وهناك لا، احنا بناخد الموضوع بالتدريج. لكن احنا بنتكلم على اجهزه الاتصال اللي حضرتك بتتكلم عليها بالتحديد. وهناك متطلبات تتعلق بمراحيض او يعني لا، ان السفينه تكون مجهزه. خليني اقول لحضرتك، لو حضرتك بتتكلم على المشكله بشكل عام، خليني اقول لحضرتك احنا عندنا المراكب بنصيد بطريقه تقليديه، وبالتالي قيمه السمك اللي تم اصطياده بتقل، لان احنا ما عندناش اي نوع من انواع مراحل التصنيع المختلفه على المراكب دي. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطور المراكب دي. طبعا حضرتك عارف اي حاجه او اي صنعه بيتم تطويرها، اكيد وارثي هذه الصنعه والعاملين بيها والمشتغلين عليها بيبقى عندهم مشاكل في التطوير، وده اللي بنسميه يعني كاستمر ريزيستنس او يوزر ريزيستنس او مقاومه العميل. المقاومه ان انا عايز اغير لحاجه تكنولوجيه، فاكيد حضرتك شايف من وجهه نظر التراث طبعا تاخذ وقتا طويلا، فده بياخد وقت الحقيقه. وانا متفهم دوت الحقيقه، وانا حاولت في الفتره اللي فاتت ان انا اساعدهم بالتعاون مع معالي وزير النقل الحقيقه، وطلعنا لهم تصاريح لمده سنه، جددنا لهم التصاريح لمده سنه. فهم عندهم ان شاء الله لغايه قبل بدء العمل بالقانون الجديد، قواعد الامان الجديدة. وانا الحقيقه برضو الجزئيه اللي يمكن حضرتك سالتني فيها انه لازم ينزل القاهره عشان يجدد او كده، الحقيقه تجديد الهاتف اللاسلكي تحديدا، يعني شيخ الصيادين قال لي انه لكي يجدد الترخيص لابد أن يجدده في القاهرة، وهذه مسافة 4 أو 5 ساعات سفر ومرهقة ماديا وجسديا يعني. طيب هم مبدئيا هم من 2.5 ل3 سفر، مش 4 ل 5 بس، يعني مش ده الموضوع. طبعا احنا عندنا هنا وحدة، وعندنا مدير للوحدة دي، مركز لتجديد التراخيص، وهم كلهم عارفين ان انا الحقيقة قبل التراخيص بتاعتهم ما كانت تنتهي او قبل يتم العمل بالقانون الجديد، انا الحقيقه اديت تعليمات بتواجد كل المهندسين وكل الناس المعنيين والفنيين، وتم تجديد اذا ما كانش كل المراكب فعلى الاقل 90% من المراكب لمده عام، لاعطائهم فرصه يعني الاعداد للنقله في استخدام القوانين بما فيها كل حاجه، بما فيها كل حاجه. فالحقيقه برضو الهاتف اللاسلكي زي ما قلنا يعني هو ما هوش غالي الثمن زي ما هم يمكن ذكروا، لكن هم تحدثوا عن الحزمه كلها، يعني بما فيها ادوات الصرف. احنا خدناها مراحل، يعني هيتم التطبيق بشكل مرحلي. اكيد. طب هل في تفكير في تقديم دعم مادي للصيادين لمساعدتهم، وخصوصا انهم حسب ما قالوا لنا يعني لا يحققون ارباحا تقريبا في نهايه السنه يعني هو انا مش عارف يعني اقولها ازاي، لكن خليني اقولها بمنتهى البساطه. لو هو مش بيحقق ربح مش هيشتغل في الصنعه دي. ما بقول ما بعرفش غيرها. لا هو يعني هو صانع جيد وصياد جيد، وهنا في مهارات عاليه جدا في الصيد، لكن الحقيقه لا، اكيد الصيادين بيكسبوا، واكيد احنا كدوله مسؤوليتنا ان احنا نزود مكاسبهم ونزود ارباحهم، لان ده بيزود الاقتصاد الدوله بشكل عام. وبالتالي احنا الفرد لما مستوى دخله هيرتفع، الدوله مستوى دخلها كله يرتفع واقتصادها هيرتفع. طيب دكتور اسماعيل، هناك مشكله اخرى تحدثوا عنها، وهي نقص الدعم الحكومي، يعني هم ادوات الشبك وادوات الصيانه وما الى ذلك كلها تكلف كثيرا،
وأحدهم حتى اقترح إمكانية إنشاء مصنع لتوفير هذه الأدوات بدل من استيرادها من الخارج. هل هذا مطروح على الحقيقة؟ طبعا مطروح على الأجندة ومطروح بقوة. الحقيقة أنا أول ما توليت المسؤولية في المحافظة كان من ضمن المشروعات اللي أنا الحقيقة يعني إن شاء الله بعرضها على بنعمل مؤتمر اقتصادي قريبا في محافظة دمياط، بعرض فكرة إنشاء ميناء صيد على أحدث تكنولوجيا في العالم موجود في عزبة البرج، ويمكن ده المكان اللي حضرتك قابلت فيه معظم الإخوة الصيادين. المينا دوت ما هوش مجرد مينا بس للصيد لرسوب المراكب أو إقلاعها من المينا، لكن الحقيقة هو كمان في مجموعة من المصانع زي مصانع التلج، مصانع الشبك، مصانع كل أنواع المصانع اللي بتعمق صناعة الصيد. وهنا كلمة تعميق الصناعة يعني إيجاد أبعاد أخرى للصناعة لم تكن موجودة في مصر، لأن معظم المعدات دي لا تصنع في مصر بشكل جيد، أو ما فيش الصناعة دي مش موجودة في مصر بشكل جيد. احنا عندنا كمان حاجة مهمة جدا، وهي مثلا مهنة ليها علاقة وبشدة بصناعة الصيد أو بمهنة الصيد، وهي إصلاح السفن وتصنيع السفن. فالحقيقه يمكن ما اعرفش حضرتك جات فرصه قابلت الناس ولا لا؟ تصنيع وصيانه السفن. وصيانه السفن بالظبط. فالاصلاح والصيانه ده جزء مهم جدا. احنا بيعدي علينا سفن جايه من اليونان. الحقيقه احنا عندنا فرصه عظيمه في ميناء الصيد اللي انا بفكر في انشائه، ان يبقى عندنا صناعات متعدده كده بتخلق كمان مهن جديده بتطور المهن دي، بتستخدم تكنولوجيا بتستخدم تكنولوجيا عاليه جدا. كمان استخدامك لتكنولوجيا جديده ونقل المعرفه ونقل التكنولوجيا ده الحقيقه هيطور الصناعه لوحده. يعني ده اوريدي هيطور الصناعه. طيب دكتور اسماعيل، ايضا تحدثنا في هذه الحلقه الى صاحب مصنع للاثاث وعامل في احد مصانع الاثاث، وهم ايضا لديهم طلبات. يعني صاحب المصنع مثلا طلب مركزا للمعارض بالمحافظة لعرض بضاعته ليراها المشترون ويسوقها، وطلب أيضا مطار وميناء للأفراد. يعني محافظة دمياط بكل ما تساهم به في اقتصاد البلد من حيث الثروات والأسماك والحلويات والأثاث، ألا تستحق مطارا خاصا بها؟ طيب خليني أقول لحضرتك، هي طبعا قبل ما نبتدي بالمطار خلينا نبتدي بالطلب الأولاني اللي حضرتك ذكرته مركز في حديث للمعارض. الحقيقة محافظة دمياط بصدد إنشاء أكبر مدينة أساس في الشرق الأوسط على مساحة 331 فدان، وده مشروع قومي إن شاء الله. يعني أين كل في دمياط الجديدة ولا؟ لا، في دمياط، في مدخل دمياط من القاهرة بين دمياط وبورسعيد في منطقة اسمها شطة. الحقيقة 331 فدان تم تخصيصهم لمدينة دمياط للأساس. احنا بنعمل دلوقتي على التصميم التفصيلي للمدينة بحيث نحط كمان خطة للاستثمارات في المدينة. المدينة دي هيبقى فيها 2000 ورشة صغيرة ومتوسطة، ويبقى فيها أكثر من 200 مصنع كبير ومصانع مكملة لصناعات الأساس، زائد أكبر معرض على الإطلاق في الشرق الأوسط لصناعة الأساس على مساحة 110 ألف متر مربع. فالحقيقة دي خطوة إيجابية جدا جدا. أنا طرحت المشروع ده. متى سيبدأ العمل في هذا المشروع؟ يعني بمجرد انتهائنا في خلال فترة قصيرة إن شاء الله، في أقل من شهر من النهاردة إن شاء الله نكون انتهينا من التصميم الداخلي والتصميم التفصيلي. حضرتك عارف عشان تحط ميزانية المشروع زي ده محتاج يبقى عندك التصميمات الداخلية بالكامل، لأن طبعا محتاجين الإنشاءات وتوصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكل المرافق والطرق. فالحقيقة احنا بنعد التصميم الداخلي والتفصيلي للمدينة بالكامل، وإن شاء الله المدينة دي هتبقى فتحة خير بإذن الله على الشعب الدمياطي في معالجة كل مشاكل صناعة الأساس الموجودة بما فيها فندم أن 100% من مدخولات هذه الصناعة تأتي من الخارج. هل هناك خطة لحل هذه المسألة؟ يعني مصر صحيح. أن يتم مثلا زراعة غابات أو مناطق توفر الخشب الذي تزداد أسعاره بشكل كبير جدا. يعني أحد من تحدثنا معهم أغلق ورشته بسبب أن متر الخشب وصل من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، يعني تقريبا 100% زيادة يعني. طيب هو احنا لو بنتكلم على النقطة دي خليني أقول لحضرتك احنا في اقتصاد حر، والاقتصاد الحر الحقيقة له معاملات كثيرة. حضرتك عارف وأنا عارف أن كل الخامات بتغلى في العالم كله، ده مش بينطبقش على الخشب بس. لكن خليني أقول لحضرتك أهم من أن احنا نعمل خشب، احنا عندنا ما يسمى تعميق الصناعة اللي كنت بتكلم عليها في الصيد، بينطبق كمان على صناعة الأثاث. بمعنى أن في صناعة الأساس
انت عندك المجرى مثلا، عندك المفصله، عندك المسامير، كل دي مستورده، وبالتالي ده بيغلي المنتج النهائي. صحيح. انا لو قدرت اجيب مستثمرين في المدينه دي، والمدينه دي هتبقى بفكر الاندستريال بارك زي اوروبا، او بفكره الكلاسترز، المدينه دي الحقيقه لو جذبت استثمارات خارجيه وبقى عندك المصانع دي، التكلفة ستسهل هتقل وبشكل كبير جدا، لأن تكلفة هذه الأمور تشمل أيضا نقلها بالظبط كده، بالظبط كده، وطبعا تكلفة الاستيراد وخلافه والضرائب والجمارك وخلافه. الحاجة الثانية الأهم من كده، أنا دايما بقول لصغار الصناع هنا، إذا اتحدتم وبشكل جيد تقدروا تكونوا شركات، والشركات دي هي اللي تستورد بشكل مباشر الأخشاب، بدل ما يستوردها 1 أو 2 أو 3 أو 10، وهم يبقى عندهم تحكم في الأسعار. فإذا كان الصغار لن يجتمعوا وخلاص، ما بقاش في كيانات اقتصادية في العالم، كيانات صغيرة. إذا كنت عايز تعمل كيان محترم لازم يكون عندك كيان كبير، فلازم صغار الصناع يتحدوا، واتحادهم ده هيكونوا بيه شركات، الشركات دي هتتعاقد مع مصانع في الخارج لاستيراد الأخشاب، وبالتالي كمية الهدر في إن يبقى فيه وسيط واثنين وثلاثة عشان صاحب الورشة الصغيرة ياخد الخشب بتاعه مش هيبقى موجود. طب ماذا عن المطار يا فندم وميناء الأفراد؟ المطار أيضا يمكن أن يسهل كثيرا، يعني هو الحقيقة طيب، يعني الحقيقة ده طلب مش منطقي، بس يعني خلينا أقول ليه مش منطقي. يعني أنا زرت العالم كله، في مدن كتير في العالم ما فيهاش مطارات. دمياط يعني مساحة صغيرة جدا، مساحة حوالي 910 كيلو متر مربع، وبالتالي ما هياش مدينة أو محافظة كبيرة. لكن احنا عندنا مجاور لحدود دمياط مطار الجميل في بورسعيد. مطار الجميل، وبالتالي مطار الجميل بيعاد تأهيله في الفترة الحالية، وإن شاء الله يفتتح قريبا. كم يبعد عن دمياط؟ يعني أقل من 10 كيلو مثلا من حدود دمياط، أقل بكتير. يمكن أن يخدم ده هو مش ممكن. هو هيخدم بورسعيد وهيخدم دمياط الاثنين. يعني مطار الجميل معمول عشان يخدم بورسعيد وعشان يخدم دمياط. والحقيقة ده يعني ما هياش كل مدن مصر، وإلا هيبقى عايزين كمان مطار في كفر الشيخ، وهيبقى عايزين مطار في الغربية. لا، لكن دمياط يمكن طبيعة خاصة بسبب طبيعتها الصناعية والميناء وغيره، ولكن وجود الميناء المطار عندنا في بورسعيد. احنا عندنا ميناء، وميناء من أكبر مواني مصر ومن أهمهم تقريبا على الإطلاق. وحركة الملاحة فيه رائعة، وبيتم تعميق الميناء دلوقتي، وبإذن الله يستوعب سفن أكبر. طيب دكتور، هناك أيضا شكوى، نخرج من الخاص إلى العام. هناك شكوى من بعض من تحدثت إليهم من المواطنين. الخدمة الصحية يقولون إنها يعني متاحة، والمستشفيات كثيرة والمعدات موجودة، ولكن المشكلة على ما يبدو في وجود الكفاءات والأعداد الطبية المطلوبة لإدارة هذه المنظومة بشكل جيد. هل هذه بالفعل مشكلة، أم أن هناك ربما مبالغات؟ يعني هو انا بس مستغرب ان ما حدش قال لي في حاجه كويسه خالص، بس مش مشكله، مش ده الموضوع. خليني اقول لحضرتك، نحن نطرح الاسئله ولحضرتك ان تشرح الصوره، لان ربما المواطنون ليست لديهم الصوره كامله. يعني لا، الحقيقه المواطن هو المواطن في الاخر دايما محق، لان هو المواطن هو متلقي الخدمه، ولا بد ان نحترم راي المواطن. صحيح. وبامانه من التقيت بهم اشادوا بوجود مستشفيات والمعدات، ولكنهم قالوا الخبرات الطبيه قليله، وعدد الاطباء أو من يقدمون أو مقدمي الخدمة قليل. طيب خليني أتكلم بمنتهى الأمانة في الموضوع ده، لأن أنا بتكلم مع المواطنين دمياط كمان بمنتهى الأمانة زي ما بكلم حضرتك. في ورث تاريخي غير عادي حصل، إن في كل قرية بقى عندنا وحدة صحية، بقى عندنا 179 وحدة صحية، بقى عندنا أكتر من 17 مستشفى مركزي. الحقيقة لما يكون عندك مجموعة من الريسورسز أو الموارد وعايز توزعها على مجموعة كبيرة جدا من المستشفيات، أكيد هيبقى فيه قصور بشكل أو بآخر في الموارد بشكل عام، سواء كانت موارد بشرية أو معدات. الحقيقة هنا أنا مش بتكلم بس على الأطباء، أنا بتكلم على التمريض، بتكلم على العاملين، بتكلم على الأمن، العنصر البشري، بتكلم على النظافة، بتكلم على حاجات كتير حقيقة. وبالتالي وللأمانة الشديدة، أنا لو كنت اكتفيت، بما إن إحنا محافظة صغيرة، لو كنت اكتفيت بعدد أقل من المستشفيات وعدد أقل من الوحدات الصحية، وعملت عربيات إسعاف متمركزة في أماكن مختلفة تقدر تنقل المرضى، كان هيبقى عندي توزيع أفضل واستخدام أفضل للموارد الخاصة بالصحة. ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. أنا الحقيقة يعني بالاتفاق مع معالي وزير الصحة خدت تفويض ان انا اعمل اعادة للهيكلة لجميع العاملين بوزارة الصحة في محافظة دمياط، وبالتالي انا مع وكيل اول وزارة الصحة حاليا بنعد خطة لإعادة توزيع الأطباء. يعني في مستشفى حضرتك هتلاقي فيها 17 دكتور في تخصص معين، مستشفى هتلاقي فيها 3. لا، أنا عايز الحقيقة أعيد ده، وأنا الحقيقة بدأت دوت. إحنا عندنا استشاريين، الاستشاري
هنا دايما متواجد في مستشفى معينه. انا الحقيقه خليت الاستشاريين يبقوا منتدبين في جميع المستشفيات، يومين هنا ويومين هنا ويومين هنا. ده الحقيقه يعني برضو اعمالا بمبدا ما لا يدرك كله لا يترك كله. فالحقيقه لا يعني، وهم المواطنين نفسهم الحقيقه يعني كان عندنا مشكله قريب في مستشفى فرسكور، ما فيش دكاتره عظام. الحقيقه هم النهارده باعتين لي على الواتساب وباعتين لي على الايميل بيشكروني أنت على تتواصل مع المواطنين مباشره عبر الواتساب يمكن حضرتك كنت موجود ويعني شفت يمكن مئات الرسائل. الحقيقه ده حق المواطن، حق المواطن ان يلاقي المسؤول يعني بيتجاوب هذا اسلوب جديد في التعامل بين المسؤول ولكن هل تجد الوقت الكافي لمتابعه كل الرسائل والشكاوى التي تصلك يوميا؟ يعني انا رايت مئات الشكاوى، مئات الرسائل، لم ارى انها شكاوى لكن مئات الرسائل وشكاوى. لا يعني بالعكس انا هل تجد يعني ما يكفي من الوقت لقراءتها والرد عليها؟ الحمد لله انا موجود 24 ساعه بخدم الناس. انا بنام من 3 ل 4 ساعات في اليوم، فده بيكفيني الحمد لله. وانا يعني بالعكس انا سعيد اني بلاقي مواطن بيبعت لي مشكله بعد 5 دقائق بالظبط بقول له المشكله اتحلت. بيقول لي ان عنده مشكله مثلا في المحول للكهرباء، او عنده مشكله في انقطاع المياه، او عنده مشكله في قمامه مثلا موجوده في شارع معين. دي معظم المشاكل يعني. لكن طبعا في مشاكل ما بتتحلش، زي ان انا عايز اشتغل في الحكومه مثلا، زي ان انا عايز شقه. يعني أنا لاحظت أن مستوى النظافة يعني جيد جدا مقارنة بمحافظات أخرى زرناها، ولكن أيضا هناك مشكلة المشاريع التي لا تكتمل. هذه شكوى من قبل مشاريع الصرف الصحي تحديدا ومحطات المياه. يعني قيل لنا أن هناك مشاريع منذ 10 سنوات. يعني صديق لي تحدثني عن مشروع الصرف الصحي في قرية شرمساح. تمام. لم يكتمل منذ 10 سنوات يعني رغم أنه تم. هل هناك جهود لاحتواء هذه المسألة؟ الحقيقة من بعد ما توليت المسؤولية احنا خدنا قرار مش هنعمل أي مشروع جديد إلا لما نخلص المشاريع القديمة. والحقيقة يعني على التوازي بنحاول نبتدي في مشاريع لما المشاريع اللي عندنا توصل لنسبة استكمال أعلى من 50 إلى 60%. الحقيقة بعض المشاريع كانت متوقفة، ودي حقيقة أنا يعني لا أنكر هذا على الإطلاق. من بعض المشاريع من 12 سنة، بعض المشاريع من 8 سنين. احنا كنا أول امبارح بنفتتح محطة صرف صحي. إن شاء الله بكرة صباحا هيكون عندنا 3 محطات داخلين الخدمة. إن شاء الله غدا صباحا إن شاء الله. يعني لو كاميرا حضرتك كنت ترافقنا هيشرفني بإذن الله. في أكتر من منطقة. يعني عندنا في كفر سعد، عندنا في فرسكور، عندنا محطة البستاني، محطة مياه كبيرة هتضخ حوالي 1200 لتر ثانية زيادة عن ما هي بتضخ دلوقتي. الحقيقة كل دي مشاريع قومية كبيرة جدا مصروف عليها يعني عشرات الملايين من الجنيهات، كانت متوقفة لأسباب أو لأخرى. الحقيقة أنا بتواجد دايما جوه المشاريع، وفي نفس الوقت بعمل اجتماعات بكافة المسؤولين سواء كانوا من مياه الشرب والصرف الصحي أو من الشركة أو من الهيئة أو من الزراعة أو من الري، من جميع المختصين، وبنحاول نقعد مع بعض لغاية ما بنلاقي حل. لأن بعض الحلول بتبقى يعني مواطن مش عايز يعدي شبكة الصرف من على الأرض الزراعية بتاعته على سبيل المثال. ده بيعمل على توقف المشروع اللي الدولة صرف عليه 20-30 مليون جنيه. فالحقيقة احنا بنجيب المواطنين وبنتعاون معهم. المواطنين الحقيقة بقى في استجابة لما لقوا المشاريع بدأت تتنفذ وبدأت تبقى على أرض الواقع في نتائج. الحقيقة كلهم متفاهمين، لدرجة ان في بعض المواطنين في الفترة اللي فاتت بدأوا يتبرعوا بأرض لإنشاء محطات صرف صحي. فالحقيقة أنا بحيي مواطنين دمياط. دي فرصة يعني اسمح لي حضرتك ان من خلال برنامج حضرتك ان انا احيي مواطنين دمياط على يعني المشاركة المجتمعية، مش بس الحقيقة في مشاريع الصرف الصحي والمية، لكن كمان في مشاريع المستشفيات. الناس بدأت تتبرع بتكييفات، بدأت تتبرع بمراوح، بدأت تتبرع بأسرة، بدأت تتبرع بأجهزة طبية. فالحقيقة أنا بحيي محافظين دمياط، مواطنين دمياط بالكامل على المشاركة المجتمعية. لأن خليني أقول لحضرتك اقتصاد الدول مش هينمو فقط بالدعم الحكومي، لكن هينمو كمان بدعم المواطنين ليه. وده الحقيقة اللي احنا في الفترة اللي فاتت عمالين نتكلم فيه مع الناس. الدولة مش ممكن هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها. الدولة محتاجة مساعدة المواطن. المواطن هو اللي بيكون الدولة، وبالتالي الدولة مسؤولة أولا وأخيرا، وده ليس تنصلا من مسؤولية الدولة الأدبية والمادية ناحية المواطن، لكن كمان في مشاركة مجتمعية، لأن المواطن هو خد من الدولة كتير، فلابد عليه أنه هو يدي الدولة. الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. أنا اللي بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. كتر خيرك. ومشاهدي بتوقيت مصر، بهذا نختتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة دمياط. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل الدؤوب وتحياتي أكرم شعبان. إلى اللقاء.